الأستاذ محمد بزو، الشبشب البيادة في رجل عبد الفتاح السيسي، سيسينياهو صبي نتنياهو ابن بائعة الهوى، ابن الولية اللي عمرها ما قالت لراجل لأ. طلع أول امبارح يضلل المشاهدين في مصر ويضلل المواطنين المصريين، ويقول لهم إن هو عنده تسجيلات بالساعات للناس اللي بتدعو لثورة، والتسجيلات دي من غرف مغلقة. جماعة، دي اسمها دعاية سلبية. والدعايه السلبيه هي اخت الدعايه الايجابيه بالظبط. لما تقول لحد روح اتفرج على فلان ده بيقول كلام وحش قوي، فلما تقول لحد روح اتفرج على فلان بس بطريقه اندايركت علشان ده بيحسك على الثوره. يا محمد يا بزو، يا اللي امك كانت بتبيع هوا مع عم السيسي، احنا ايوه عايزين ثوره. احنا عايزين ثوره، ودي مش غرفه مغلقه، ده بث مباشر على التيك توك، وفي بث مباشر على اليوتيوب بنفس المعنى، ومش من واحد بس، ده من آلاف، مننا آلاف مؤلفة وملايين المصريين، وده حق مشروع. عارف ليه يا محمد يا بزو؟ عشان يا أستاذ محمد بزو، احنا عايزين مدينة الإنتاج الإعلامي تتحول لمدارس وكتاتيب وكليات وجامعات تعلم المصريين علومهم الشرعية وعلوم دنياهم، وتعلمهم الساينس والتكنولوجي يا محمد يا بزو. وده حق مشروع الحقيقة يا أستاذ محمد بزو، لأن مصر دي مش تاعتك أنت، مصر دي تاعتنا كلنا يا أخويا. بلاش يا أخويا ثقافة مصر دي تاعتشي أنا، والروح الأبوية اللي انتوا عايشين لنا فيها دي. احنا عايزين ثورة، عايزين ثورة. الثورة هتعمل ايه؟ الثورة هتخلي ولادنا يتملكوا مصر. احنا عايزين يا محمد يا بزو ولادنا احنا فيهم واحد يكون وزير الدفاع، بدل الموميا اللي انتم مطلعينها، المومياء اللي انتم مطلعينها من الزبالة، من متحف التاريخ، من مجاهل التاريخ من سنة 1800 يبقى وزير دفاع، بدل ابن بائعة الهوى سيسينياهو صبي نتنياهو، ابن العاهرة الداعرة اللي نط عليها كل سكان القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. احنا يا اخويا يحكمنا ليه ابن داعرة عاهرة؟ انا عايزة افهم حاجة. هو ده يا جماعة، هو في ايه؟ هو في عقمة الارحام الا ان هي تجيب لنا ابن الرقاصة دوت ابن الولاية اللي ما قالتش الراجل لأ؟ هو ده وش القفص بتاع المصريين وهو ده اللي يحكمنا؟ هو ده اللي بيقولك 10 سنين تلاجته ما فيهاش غير ميه بس، لو ينفع يتباع يتباع، انت أمة العوز. انا ما لقيتش دولة، لقيت حاجة وقالوا لي خد راح واخد. ايه يا أستاذ محمد بزو؟ ده انتوا وقعتكوا سودا. اللي فيكوا يا جماعة عارف الناس الوسخة دي يحاول انه يعمل لنا احصائيه باملاكهم، لان الثوره لما تقوم هيتم مصادره املاكهم اللي تحصلوا عليها من الفساد، ويتم محاكماتهم محاكمات ثوريه. عايزاك تنشف يا محمد يا بزو، اللي جاي صعب صعب قوي.